السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، والنهاردة معانا حلقة جديدة برضو بتخص في كل بيت وبالذات في الشتاء، اللي هو سخان الغاز. وأما جلدة الرداغ بتاعته بتبوظ، ما بيشتغلش وما بيديش ميه سخنه. فانا في الفيديو ده هنشوف ازاي نصلح الجلده دي وفي السخان بنفسنا. اول حاجه الادوات والعده، هو مفتاح اللي هو علامه زائد، او مفتاح برضو مفك، قصدي مفتاح زائد او مفك عاده. وممكن اجيب المفتاح الفرنساوي او الانجليزي اللي هو بيتفتح ويجي كل المقاسات، او اذا كان عندك العده وفيها ايه مفتاح 13 و14 وكذا، ايا. مهم جدا قبل ما افك اي حاجه اقفل محبس الغاز ومحبس الميه. كان الفكره واحده، ولكن الادوات لازم تكون معانا. طبعا انا هنا السخان في حته ضيقه شويه، فمش هعرف افك الجلده وهو راكب، فاضطر اشيل السخان كله، وسهل وما نتخضش. بفك حاجات بسيطه. اول حاجه الوصلات بتاعه الميه اللي هي البارد والسخن، وبشوف ايه اللي بيتفك معايا، اللي في السخان ولا اللي في الماسوره، ايهما اسهل، بحيث ان انا افك الوصلات بتاعه الميه دي. اول حاجه عشان اقدر اشيل السخان. فكيت اللي هي دي عشان بس مزنوقه جوه السخان، وقلت لا، فلقيت الاسهل ان انا فكيت واحده من هنا واحده من هنا. واول حاجه دي بعملها بعد ما بفك الوصلات دي، هشوف ايه تاني اللي مرتبط منها، اللي هي ماسوره الغاز. لو انت عندك المساحه في المطبخ ان انت تقدر تفك جلده الرداخ والسخان راكب، هيبقى افضل طبعا. ولكن هنا عشان انا بتكلم لو في مكان ضيق وفي مطبقيه وهكذا، فانا هنا بفك الوصلات بتاعه الميه، وهشوف بعد كده هفك السخان واطلعه خالص. طبعا احيانا بتبقى مثلا الصواميل دي فيها صدى، فيها بتاع، ما بتفكش معاك بسرعه، لازم نستخدم اللي هو مزيل الصدى اللي هو W40 او حاجه. يعني مثلا المحبس كان عندي قافش شويه، فرشيت عليه اللي هو W40 ده مزيل الصدى، بحيث ان هو يتحرك معايا ويقفل، علشان يبقى الفك سهل ومفيش حاجه تبوظ. انا كده فكيت الوصلات بتاعت الميه، ناقص ماسوره الغاز. برضو الاسهل ان انا افك صاموله واحده، بدل اللاكور ويسرب مني غاز لا قدر الله، فده بيبقى مشكله. تمام. فانا كده فكيت وصلات الميه، ودي بتاعت الغاز. طبعا انا افكها لازم احرر او افك السخان في مسمار بيبقى مثبت من تحت، واحيانا الناس ما بتركبوش وبيتعلق من فوق. هفكه عشان بحيث ان هو ياخد ويدي معايا، واشيل الوصله بتاعت الغاز، الماسوره النحاس. فهفك المسمار اللي هو ده. كل ده انا لسه ما اشتغلتش في جلد الداخل معاه، انا بس بقول ان لو انت عندك او هتتمكن ان انت تركبها والسخان راكب، خلاص خير وبركه. ما كانش الاصعب هو ده اللي انا بوريه لكم في الفيديو، ان انت ممكن تفك السخان كله. انا ما فكتش غير وصلات الميه ووصله الغاز بالصاموله واحده، ما فكش من عند اللاكور والحاجات دي كلها. تمام. انا كده السخان ممكن يتشال عادي معايا. بشيل اللي هي طبعا اللي هي الغطا بتاعه او التاج زي ما بيقولوا، وهرفعه. خلاص كده السخان بقى معايا بره عادي، بحيث ان انا اركب الجلدة براحتي. فهنا هنشوف بقى اول حاجة الفنيات. اول حاجة انا بشيل، ممكن تشيلها وممكن ما تشيلهاش، بس انا يعني عشان توسع لي ان انا افك المسامير اللي انا هوريها لكم دلوقتي. وانا افك حاجات بسيطه وسهله وما فيهاش اي تعقدات، عشان محدش بس يقول دي صعبه ودي رشه خبازه. طبعا لو في صنايعي ويعملها لك افضل، ولكن افرض انت ما جالكش، لانه بيبص انها هايفه شويه، فما برضاش يجي. طبعا انا بفك المسمارين دول. الفكرة واحدة لكل سخان، انا بشوف جلدة الرداخ فين، وبشوف المسامير اللي هي ماسكاها، بحيث ان انا اطلعها. يعني اهي هي مكانها اهي، يبقى فك الاربع مسامير دول اساسي، وفكيت المسمارين اللي فوق بحيث تطلع معايا. فانا هبتدي افك الاربع مسامير دول، علشان هي تحت الاربع مسامير طبعا. واللي انا بشاور عليه ده الصامولة بتاعت المية، دي هتتفك برضو. يبقى انا بفك او بالنظر كده بشوف ايه اللي قدامي، على اساس ان انا اقدر يعني افك مكان الجلده. فهنا فكيت اللاكور بتاع او اللي هي الماسوره بتاعت الميه. وهنا في حاجه مهمه جدا جدا جدا، قبل ما تشيل ده ومن غير ما تاخد بالك، في جوان صغير، علشان لما تيجي تقفل ما يوقعش منك وفي الاخر يعمل مشكله، ان هو بيقعد ينقط. تقول طب انا رابط الصاموله بينقط ليه؟ يبقى اخد بالي ان في جوان صغير بيبقى في ده، يعني وانا بفك يبقى اخد بالي، لان ده مهم جدا علشان اما تيجي تقفل ما ينقطش ميه منك. الجوان ده حتى لو كان هو بايظ بيتباع، او تعمل مكانه اللي هو التeflon اللي هو بتاع السباكه، ايا كان. المهم
ان انت تاخد بالك من الجوان ده. ممكن تركب زي ما قلت لحضراتكم بداله ايه تeflon بسيط كده يعمل عمل ايه ان هو يمنع الميه. طبعا انا بفك الاربع مسامير هي بتاعت جلدة الرداخ، تمام، اللي هي تحتيها انا بشتغل على سخان يونيفرسال اللي هو ال6 لتر او ال5 لتر. نفس الفكرة في ال10، نفس الفكرة في اي سخان تاني. الفكرة سهلة وبسيطة ان انا بحرر المسامير اللي ماسكة الجزء اللي انا ايه تحتيه الجلدة. انا فكيت الاربع مسامير كده، فكيت المسمارين اللي فوق اللي هو كان في الاول، وفكيت ايه اللاكور بتاع الميه او الصاموله بتاعه الميه. هلاحظ تحت بقى ايه بعد ما فكيت الاربع مسامير دول وكده ان مش هتطلع معايا، لا ده في حاجه ماسكاها تاني. ابص انا فكيت المسمارين اللي فوق هلاقي واللاكور ده خلاص، هلاقي في مسمارين تحت كده هشاور لكم عليهم دلوقتي اللي هو دول، ايوه دول لازم افكهم عشان تقدر تطلع ايه معايا لان هي ماسكه. بدل ما افك ايه الصاموله وتنقط وكده هفك ايه دي كلها بالمره. فانا هفك المسمارين دول على السريع كده وهيطلع معايا القلب اللي فيه جلدة ايه الرداخ. اللي انا عايز اقوله الموضوع مش يعني بالممارسة او كده انتوا تحسوا ان الدنيا معقدة شوية، لا الدنيا سهلة جدا. انا فكيت دلوقتي اللي هي المسمارين اللي فوق وادي المسمار اللي تحت، تحس ان هي ايه بدأت خلاص اتفكت معايا. لو شديت كده بكل بساطة هتلاقيها ايه طلعت، بس انا عشان معلش بصور بايد واحدة عشان ماسك الموبايل في الناحية التانية، فاهي طلعت معايا بايه ثبته كده اهو طلعت معايا. بص الجلدة منتهية خالص، يعني السخان ما كانش بيشتغل نهائي، ولا ضغط مية عالي ولا ضغط مية منخفض ولا اي حاجة. الجلدة خلاص اتاكلت ودابت، تمام. دي الجلدة الجديدة اللي انا هركبها مكان الجلدة المقطوعة طبعا. هشيلها واركبها عادي واثبتها، وهبتدي اقفل اللي انا فكيته كله بنفس الطريقة، وهوريها لكم برضو عشان خاطر ايه نبقى ماشيين ايه صح. طبعا ادي الجلدة انا هشيل بس القديمة، شايفة ده القديم او ده القديم بتاع الجلدة القديمة اللي هي دابت، واحط ايه جلدة قديمة. طبعا ما اجيش جنب السوس ده ثابتة وكل حاجة ثابتة ما العبش فيها لان ايه ما يعني كأن احنا مش فنيين بس، ولكن انا بقول ايه ان الفيديو ده عشان خاطر بنفسك، يعني انت بتشيل حاجة وتركب حاجة على طول، تمام. فانا هركب الجلده بتاعت الرداخه اهي مقاسها واكون عندي، ويا ريت النصيحه ان انت تكون عندك واحده احتياطي او استبن زي ما بيقولوا، تمام. المهم بقى في الجلده القديمه دي قبل ما ارميها كان في اللي هو الحديده اللي هي مدوره دي اللي بتتحط اللي هي بتاعت ايه بتسند الغاز ومش عارف ايه والكلام ده كله ليها وظيفه، بس ما علينا دلوقتي مش هناخد بالتفصيل. ان دي مهمه جدا، مش ان انا اطلعها وارميها لان الجلده بتيجي من غيرها، ودي مهمه جدا في التثبيت والتقفيل بتاع جلدة الرداخ، تمام. اهي انا حطيتها اهي وهبتدي اقفل. يبقى في تركتين هنا اللي انا الجوان اللي انا قلت لكم عليه ده في الاول، والحديده دي مهمه جدا علشان ما ننساش ونركب وخلاص. خلاص تمام، انا كده ركبت اهي وهبتدي اقفل. زي ما انا ايه عملت ركبتها وابتديت حطيتها مكانها وابتديت اقفل ايه الاربع مسامير، بس انا عشان خاطر الفيديو ما يطولش اكتر من كده وابتدي اقفل. وطريقه التقفيل ان انا اربط اللي هو ايه مربوطش اللي جنب بعض، يعني واحد هنا يبقى قصاده الناحيه التانية بزاويه على اساس ان ايه ما ينقطش مني ميه، وابتدي اقفل عادي. وكده بنكون ايه غيرنا جلدة الرداخ وبنفسك، وما يعني سهلة جدا، ومع الممارسة وكل مرة هتلاقي ايه الموضوع سهل وبسيط. واي استفسار ابعتولي في التعليقات. ان في مشاكل السخان بتبقى كتيرة، في مش عارف بيتكتك وما بيشتغلش ويشتغل ويفصل والمية بتسقع عليا، كل ده انا هرد عليكم في التعليقات. انا كده قفلت اللي انا فكيته، اخر حاجة بربطه بعد ما ربطت ايه المسامير بتاعت جلد الداخل شايفين امامكم في الصورة كده. وانا بفضل افك المسامير دي اسهل من ان انا افك اي حاجه شبكه او ان انا افصلها من بعض. يبقى بفك الحاجه اللي قدامي، الفكره ان انا بفك الحاجه اللي قدامي السهله ان تطلع لي القلب اللي فيه جلة ايه الرداخ، تمام. هنا انا بقفل تاني. انا برضو حبيت ان انا اوريكم التقفيل عشان خاطر اللي هيعملها بنفسه ما ينساش، والفيديو ايه هيفيده، وان انتوا تشيروه لاي حد عشان خاطر ايه الشتاء دلوقتي ومشاكل جلد الداخ دي بتبوظ بسرعه من كتر ايه الاستهلاك بتاع الغاز، سخان الغاز عموما يعني. شوف انا هنا بقفل، المهم ان انا اضغط كده زي ما انا ضاغط واقفل بايدي كده بحيث ان انا ابيتها
واتاكد ان الجوان ايه راكب او حطيت مكانه تفلون او حاجه وابتدي اقرط. انا كده ايه ربطت المسمارين اللي تحت، ربطت الصاموله بتاعه ماسوره الميه، تمام. وكده انا ايه بدات ايه خلاص، يعني شبه ان التقفيل بيبقى اسهل طبعا. وهقفل المسمارين اللي فوق. يبقى كده انا ما فكتش غير بالظبط مسمارين من فوق ومسمارين من تحت والاربع مسامير بتاعت جلدة ايه الرداخ. الفكره تقدر تطبقها، ما تقوليش ده انت بتتكلم عن يونيفرسال، عايزين مثلا اولمبيك، عايزين اي سخان تاني. الفكره واحده والله، بس نشوف الاول كده بعينينا ان انا عشان افك القلب ده اعمل ايه. وانا كده ربطت وقفلت والدنيا تمام. اهم حاجه التقفيل عشان ما نقطش ميه، زي ما قلت في طريقه الربط في الجوانات او الحاجات اللي انا قلت عليها دي، علشان بعد ما تعلق وتركب او الكلام ده كله ما يبقاش فيه تنقيط ايه ميه. يا رب نكون افدناكم.